السلام عليكم. معانا مجموعه من الاخبار الرياضيه السريعه. الكابتن اكرامي حارس مرمى الاهلي السابق وسط كتير جدا من زمايله اللعيبه القدام عشان خاطر رجوع رمضان صبحي والاداره رافضه رفض تام وقاطع. وبالنسبه لرمضان صبحي برضه هو موافق يروح الزمالك بس لسه ما مضاش. موافق يروح الزمالك ليه؟ لان هو حافي وحفى على الاهلي ومن غير نتيجه وما فيش فايده، فعاوز يروح لفرقه يكون فيها جماهير ويعمل زي ما عبد الله السعيد يعمل كده. بالنسبه لفيتوريا كده كده ماشي خلاص، الاتجاه انه ماشي ده موضوع منتهي. وفي بقى عده توجهات على المدرب اللي يجي جديد بعد فيتوريا. ففي مثلا التوجه اللي بيطلب مدرب مصري وده قله، فبيتكلموا على حسام حسن او علي ماهر، وده زي ما قلت اتجاه مش قوي. الخناقه اللي حصلت بين كهربا وابو جابر في معسكر المنتخب معركه حقيقيه وحصل، بتلاقي ناس طالعه تنفي وتاكد اول ما حصلش. يا عم حصل، يقول لك لا ما حصلش. ما تعرفش ليه بينفي؟ ما خلاص ما عادش حاجه بتستخبى زي زمان كان ممكن يحصل حاجه وتقفل عليها وما يتعرفش، لان ما فيش ابواب كتير بتقدر تشوف او تكون مطلع. دلوقتي كل شيء احنا دلوقتي عندنا مثلا على اليوتيوب 1000 ناقد رياضي معظمهم صحفيين، فلهم مصادرهم. المصادر دي ممكن يكونوا اصحابهم في مجالس الادارات، لاعيبه حبايبهم، هم بيعرفوا يوصلوا للمعلومه. فانت دلوقتي بتخبي على مين؟ ما عادش ينفع تخبي، بيبقى شكلك وحش لما تطلع كذاب. فنصيحه مني للمسؤولين بطل كذب. بالنسبه لمركز حراسه المرمى في الاهلي الوضع كما هو عليه، لان كولر رافض رفض تام. علي لطفي برضه هنطلع يقول لك علي لطفي مرفوض، كولر مش عاوزه. رجعوا تاني يقول لك ايه؟ لا كولر ما رفضوش، كولر كلامه اتفهم غلط. يا عم هو كولر مش عاجبه علي لطفي، وكان عاوز واحد من اثنين، يا محمد بسام بتاع سيراميكا وسيراميكا متمسكين بيه، يا ابو جبل. وعشان ابو جبل بيعمل مشاكل خلاص الاهلي رجع في كلامه معاه. بالنسبه لعبد الله السعيد هو خلاص خلص في الزمالك والكل عارف كده، وهيلبس القميص رقم 19. بمناسبه رقم 19 بيراميدز بخسارته امبارح من المصري يكون خسر البطوله رقم 19 على التوالي من ساعه ما اتغير اسمه من الاسيوطي لبيراميدز، من ساعه ما بقى منافس او كان يحلم انه يكون منافس او بقى نادي كما هو مشهور اعلاميا نادي الطموح. خسر 19 بطوله متتاليه. نرجع لفيتوريا، للاسف الشديد الكابتن حازم امام لسه وجهه نظره ان فيتوريا يكمل. اللعيبه كويسه لما تكون مش مركزه بتبقى مصيرها مش كويس خالص. الامثله على كده عندك صالح جمعه وباسم مرسي. صالح جمعه اللعيب الحريف اللي كان بيلعب في الاهلي، للاسف الاسماعيلي استغنى عنه. بالنسبه للكابتن معتمد جمال لحد الان المستقر عليه انه هيكون مدرب عام بالجهاز الجديد. سعاده الوزير اشرف صبحي وزير الرياضه مصر انه يرجع كروش تاني، وبيلوم جمال علام لان جمال علام هو اللي مشاه، والاتحاد الجزائري بيتفاوض مع كروش عشان يروح يدربه. في توجه من ضمن التوجهات الكتيره جدا بالنسبه لخليفه فيتوريا ان يجي ميكالاي اللي هو المدرب بتاع منتخب الشباب. في ناس شايفه انه عمل انجاز مع منتخب الشباب، وناس ثانيه شايفه انه ما عملش حاجه وانه معمول له هيصه كبيره. الناس اللي محبذينه بيقولوا اللي هو معاه الشباب ان هم المستقبل، علشان اصلا كده هيتعمل احلال وتجديد في المنتخب، لان اصلا متوسط اعمار المنتخب بتاعنا كبير. فميكالاي ده يكون فرصه كويسه. من ضمن برضه الخيبه الثقيله ان ميكالاي ده بياخد مرتبه الحالي اكبر من اللي كان بياخده قبل كده. طب هو كان فين قبل كده؟ كان في الامارات الخليج كانوا بيدوا له اقل من مصر الفقرانه بتاعته بتديه له. احنا عندنا اسهال في الدولارات للاجانب، حاجه اعوذ بالله. بالنسبه لاحمد عبد القادر قدامه 3 4 ايام في البرنامج التاهيلي بتاعه وهيرجع يدخل التدريبات تاني. كولر شكله محتاج احمد عبد القادر. احمد عبد القادر حريف ومهاري، مشكلته في دماغه. يا رب عشان ما يبقاش مصيره زي مصير اللي قبله. ما تنساش تعمل لايك وشير. الو وعليك السلام ورحمه الله.